طمأنت الفنانة مي عز الدين جمهورها على صحة والدتها بعد أن صرحت خلال الأيام الماضية بشأن ظروفها الصحية وإنها بدأت في جلسات غسيل الكلى. وقالت مي عز الدين في تصريحات ليها إنها واجهت الكثير من الصعوبات الشخصية بسبب معرفتها بمرض والدتها التي تعاني من قصور في الكلى وضرورة اتخاذ قرار إما بغسيل الكلى أو زراعة أخرى، وكان ذلك عقب التعاقد على مسرحيتها زواج اصطناعي مباشرة، ولم تستطع إلغاء التعاقد، لذلك كان هذا بمثابة ضغط نفسي عليها. وعن صحة والدتها حاليا قالت مي عز الدين إن صحة والدتها بخير وأفضل حاليا، وبالفعل بدأت في جلسات غسيل الكلى، وبدأت بجلسة غسيل مكثفة وشعرت بتحسن ملحوظ وتستكمل باقي الجلسات خلال الفترة المقبلة. أما عن أعمالها القادمة قالت مي عز الدين إنها لا تفكر حاليا في أي أعمال جديدة بسبب مرض والدتها، معلقة مركزة قوي على المسرحية وعايزة أخلصها وأرجع أشوف والدتي وأطمن على حالتها الصحية. وكانت مي عز الدين خرجت خلال الأيام الماضية في تصريحات تلفزيونية كشفت لأول مرة عن مرض والدتها، وقالت كان هم إني أكون على قدر المسؤولية، خاصة وإنني بعد قبولي العمل والدتي مرضت وكنت مشغولة معها لأنها كانت بتغسل الكلى. وكشفت الصفحة الرسمية لموسم الرياض عن البوستر الدعائي لمسرحية زواج اصطناعي خلال الأيام الماضية، والذي يقوم ببطولته مي عز الدين، وتعتبر هي المرة الأولى والتي تشارك فيها مي في موسم الرياض بعد مسرحي، والأولى لها أيضا في تقديم عمل مسرحي. لكن بشأن مرض والدة مي عز الدين قالت إنها بتحتاج إلى قرار سريع، وكان لديها خيارين، الأول هي عملية زرع كلى والتاني يا إما غسيل كلى، وتم الاستقرار على غسيل الكلى مع الأطباء. وأكدت مي عز الدين إن والدتها الآن تتمتع بحالة صحية جيدة، ومن المعروف ارتباط مي الشديد بوالدتها، وقالت عنها من قبل ماما بتفهم دماغي. لو عجبتك القناة ما تنساش تعملها لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس.